البوفا، الكراك، مخدر الفقراء، كل اسماء طلقات على مخدر واحد قدر ينتشر في المغرب ووصل حتى للمؤسسات التعليميه. قبل ما نعرفوا مناش تيتكون هذا المخدر وكيفاش وصل للمغرب، خصنا نعرفوا علاش تم التصنيف ديالو من اخطر المخدرات في العالم. ببساطه اللي غيتعاطى هذا المخدر غيتحول لانسان عدواني عنده افكار انتحاريه بسبب الاكتئاب الحاد، وغيتصاب بواحد الهلوسه وتشتت الافكار، غيولي انسان غير طبيعي، يتصاب ازمات قلبيه كتوصل للسكته القلبيه وبارتفاع ضغط الدم اللي كيتسبب بالسكته الدماغيه. زيد عليها العجز الجنسي الكامل، يعني نهايه الخدمه. وهذا الشيء غير شويه من بزاف د المشاكل الصحيه والنفسيه اللي كيتسبب في هذا المخدر الخطير. ودابا اجي نكتشفوا مناش تتكون هذه البوفا والثمن والطرق التعاطي ديالها. البوفا او الكراك هو مشتق من الكوكايين، ولكن النسبه ديالو قليله وكيخلطوا مع بعض المواد الكيماويه باش يتبلور ويعطي كميات كبيره. نقدروا نسميوه الكوبي ديال الكوكايين، وفي المغرب الثمن ديالو من 100 حتى ل 300 درهم على حسب الكميه. والجمهوريه ديال التشيك هي المصدر الاول ديال هذا المخدر في اوروبا، كتنتج تقريبا 12 طن في السنه. تخيلوا معايا هذه الكميه. عندهم 1000 مصنع وديما في حروبات مع الدوله، حيت طريقه الانتاج ديالو بسيطه وكانت معروفه من زمان عند النازيين. كانوا كيستعملوها الجنود في الحرب باش ما ينعسوش ويخرجوا الطاقه ديالهم في العدو. كما قلنا هذا المخدر كيخليك تحس بانك واعر واي حاجه تقدر ديرها. ودابا اجي نعرفوا طرق التعاطي ديال البوفا. كاين 3 ديال الطرق للتعاطي ديال البوفا: اما عن طريق الحقن بالتذويب باللورات البوفا حتى تتولي سائله وكتحقن في الجسم، او عن طريق الشم بدق البوفا حتى تتولي مسحوق والاستنشاق ديالها، او عن طريق التدخين، تسخين البوفا بالنار وشرب الدخان. وهذه هي الطريقه الشائعه الان في المغرب. وخاصنا نعرفوا ان هذا المخدر كيبدا التاثير ديالو في 5 دقائق الاولى وتتحس بواحد النشوه والقوه والاندفاع، لكن بسرعه ما كيمشي المفعول ديالو. هنا كيبدا الجسم كيقلب على النشوه والمدمن كيولي عدواني. اي حاجه يقدر يديرها باش يتعاطى البوفا ويدخل لعالم الهلوسه واللاوعي. الشباب ما غيطلعش، غيبقى عبد ديال البوفا. مؤخرا في المغرب انتشر هذا المخدر بكثره، وكثر التعاطي ديالو والترويج ديالو من طرف بائعي المخدرات. بزاف د المنابر الاعلاميه في المغرب خرجت بروبورتاجات اللي فيهم مدمنين على هذا البوفا، وعاودوا كيفاش دمرات حياتهم والصعوبه اللي لقاو باش يتعالجوا من هذا الادمان مع قله مراكز العلاج وغلائها. الخطوره اللي وصل لها الانتشار طالت حتى المؤسسات التعليميه في بعض المدن كطنجة، وهنا دق ناقوس الخطر حيت التلاميذ هدف اساسي لتجار هذا السموم اللي ديما تيقلبوا على المخدرات جديده وتيروجوا لها في المدارس، كما طرا مع اقراص الاكستا اللي دار ضجه كبيره. العلاج كيحتاج عزيمه وقوه اراده باش تخرج من الاعراض الانسحابيه ديال هذا الادمان. لهذا ولا بد من مراكز علاج الادمان باش تاخذ الادويه اللي كتساعد على تخطي الاعراض الانسحابيه، واللي كتمكن الطبيب من متابعه السلوك ديالك، حيت الجسم ديال المدمن كيكون محتاج لديك الماده وكتبان عليه اعراض الم عضلي واسهال والحمى والاكتئاب وغيرها. المشكل هو قله المراكز اللي كتعالج الادمان، والاسير ما كافياش وما كيقدرش يبات فيها غير الحالات الخطيره فقط. اما بخصوص المراكز الخاصه فما تحلمش بها الا كنتي فقير، حيت ليله وحده تتقام 3000 درهم. في نظركم شكون يقدر عليها من غير الطبقه البرجوازيه؟ ناهيك على العلاج النفسي، لان الانتكاسه وارده، فتيحتاج متابعه من طبيب نفسي باش يقدر يتفاعل مع العلاج والادويه وتجاوز الاعراض الانسحابيه وما يبقاش في الانتكاسه. ما نساوش العلاج الروحي والاستعانه بالله والتوكل عليه والرفقه الصالحه. فما يمكنش نهضروا على العلاج وانت باقي كتلاقى مع صحابك المدمنين. كنتمنى نكون توفقت في توضيح خطوره هذا المخدر. كان هذا هو الفيديو ديالنا، ما تنسوش ديروا جيم وتابوناو. كان معكم ابدال، تهلاو.